آدم ليش أكل من الشجرة؟ حتى الآن أنت اسأل أولادنا، اسأل أطفالنا، شو يعرف عن آدم ويا قصة الشجرة؟ والله شاف تفاحة وهي مو تفاحة، شاف تفاحة وطمع بالتفاحة واقتلعها. بالله عليك بشرفك أنا أقول لك، إحنا أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب. الله يقول إلنا 12 ساعة لتاكلون لتشربون، تشوف تفاحة تروح تاكلها؟ سؤال أسأل. أصلا حتى لو واحد جوعان ويجي واحد يمسك تفاحة يريد يأكلها إياه قوة، ما يريد يفتح حلقة، يقول ما أعصي الله، وإحنا أصحاب الخطايا والذنوب. عدل هالكلام حجي لو لا؟ فكيف بشخص اختاره الله نبيا ومو في الدنيا بعد في الآخرة، وتو نازل إلى الأمر، تو الأمر نازل إلى ولا تقربا هذه الشجرة، شلون يعصي الله؟ هذا اللي أخذوه بعض من أولادنا من الرسوم المتحركة ومن الأفلام ومن القصص الخرافية. والشيء المؤسف يا إخواني تدري شنو؟ الشيء المؤسف، حطوا بالكم يا إخواني، حطوا بالكم اللي عندي بالمجلس ولا يتابعونا عبر هذه المنصة وعبر البث الافتراضي، حتى في أدبياتنا. زين أنا ما أعتب على غيرنا يمكن ما حصل إلى التغذية الولائية، بس أعتب على ربيب المنبر، ربيب المأتم، ربيب المحراب. لما نجي يقول اوه لو ما حواء امنا طلعت ابونا كان ما جت هالمصايب. النسوان كلهم بلى من امنا حواء. الله اكبر، من وين جايبين هذا؟ هي ثقافة مسلسلات وافلام. اولا تعرف الشجرة شنو هي، وحتى تعرف هالمرأة اللي الليلة الان في هذا المعنى الاخير اريد ابين لك مقام هذه المرأة المظلومة، اول انثى على وجه الكرة الارضية. الا مع الاسف الى الان من يدعي الإسلام ولا كل يوم يقرأ القرآن ما تهجم على حواء كما تهجم عليها من يدعي أنه ولدها ويتغذى بتغذية القرآن. شوف الله تبارك وتعالى حينما يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. شنو الشجرة؟ تعرف الشجرة شنو؟ هذا مو شيخ ياسين يقوله ولا غيره. شيخ ياسين الإمام العسكري عليه السلام هو اللي يبين لنا ما هي هذه الشجرة. قال الإمام العسكري عليه السلام في شرح ولا تقربا هذه الشجرة، يعني تلتمسان بذلك درجة محمد وآل محمد في فضلهم. تفسير اللي أتمنى تحفظونه وتخلونه ببالكم، الشجرة اللي تسمعون عنها هذا تفسير أهل البيت، لا شجرة تفاح ولا شجرة موز ولا مثل ما يقولون حنطة ولا غيرها، وإنما شجرة كما ورد في الأخبار فضل أهل البيت وعلم أهل البيت. فالله يقول إلى آدم ويقول إلى حواء هذه الجنة ما تردون من نعيم بألف عافية، مي ممنوع عنكم، بس أهل البيت لهم مقام خاص. أهل البيت شجرة النبوة لهم درجة خاصة لا ينافسهم فيها أحد. لا تتقدموا عليهم فتهلكوا ولا تتخلفوا عنهم فتهلكوا. المطلوب من عندك تتمسك بهالشجرة، مو تحاول تنازعهم على هالشجرة. فحواء عليها السلام مو قصة تفاحة وموزة، لا، تريد تقول لآدم إذا أردت الخير فتمسك بهذه الشجرة. شوف التفسير الولائي، مو تفسير الأفلام ولا المسلسلات ولا كذا سالفة تفاحة وكل لا أبدا، ما إلى علاقة. تريد تقول له حاول تصير ويا أهل البيت أكثر وأكثر، حاول ترتبط بهم، حاول تكون معهم، حاول تتشبث بهم وتتمسك بهم. بس المطلوب من آدم أنه فقط يتوسل، ما يجي إلى الشجرة ما يوصل. فآدم وصل إلى الشجرة حبا في أهل البيت عليه السلام. لو تصورنا بأن آدم وحاشاه أبونا عند من الطمع والحرص وعند من الجشع بحيث حط عينه على تفاحة، الشخص اللي مليء بهذه النزعات الشيطانية هل يكون ضجيع لعلي بن أبي طالب؟ ايش تقرأ في زيارة أمير المؤمنين؟ السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هودا وصالح. عمي انت عندك قبر ابوك تروح تودي له افضل شاهد، افضل ورد، افضل هدية. الله من يريد يهدي قبر علي هدية مو ثريا ولا ذهب ولا قبة، جاب له افضل الخلائق اللي تمنوا يجاورون امير المؤمنين. شوف ليش آدم صار ضجيع الى علي، ليش وصى ابن شيث قال له هذا ضريحي في مكة، بس راح يجي ولد من أولادكم اسمه نوح، وص نوح يوم اللي يصير الطوفان يطلع أعظامتي، يطلع جثماني من مكة ووديها إلى وين؟ إلى النجف الأشرف، لأني أريد أن أبقى متمسكا بعلي بن أبي طالب. خو يظل هناك، هذا هاجر مدفون هناك، هذا إسماعيل مدفون هناك، ما طلب ينقلونه. ايش معنى آدم من يوم هو في السماء؟ لأنه تعلق بتلك الشجرة.
حينما رأى منزلة علي وحينما رأى فضل محمد وآل محمد، فقال لما حصلت يوم أنا في الجنة ويا الشجرة دخيل الله في الدنيا أريد أصير ويا علي بن أبي طالب في قبر واحد. فلهذا حينما جاء الحسن والحسين بجثمان أمير المؤمنين حطوا التابوت بس حركوا، وإذا بساجة منقورة وقبر محفور ولحد مثقوب مكتوب عليه هذا ما ادخره نوح النبي إلى علي الوصي قبل الطوفان ب700 عام، قبل لا يصير الطوفان مجهز قبر إلى علي وإلى أبونا آدم. بالله عليك اللي عندها العشق لعلي هذا يطمع في تفاحة؟ لا، وإنما يطمع في وصال أهل البيت عليهم السلام. الله قال له ما يخالف راح نخليك ضجيع له، بس لا تقرب هالشجرة، وراح شوف إذا احترمت وصار عندك هذا الاحترام وهذا الخضوع راح نخليك ويا علي بقبر واحد. من التي دعته إلى أن يتمسك بأهل البيت؟ رد علي. هذه اللي يقولون هي اللي طلعت آدم من الجنة. وصلت الرسالة عمي لولا؟ اللي يحاولون يبثونها الإسرائيليون وشوهون صورة أمنا، والله عيب يا جماعة، والله عيب، والله عيب. بشرفك أنا أقول لك، حتى لو أكو امرأة في الدنيا عندها خطايا عندها معاصي كبر العالم يقعد ولدها بمجلس ويحكي على أمه، شو تقول عن الولد اللي يحكي عن أمه؟ رد علي هذه اسمعها من عندك مو أنا اللي أقرأ. شو تقولون؟ حتى لو واحد عنده أم عاصية مليئة بالذنوب من رأسها إلى أخمص قدمها يقعد بمجلس ويقول أمي فيها وفيها وفيها، شو تقول عنه؟ تقول هذا ولد مؤدب؟ زين هذه حواء أمنا يا جماعة. فرضا، خلي أقول فرضا، تقعد تقول والله أمي هي اللي طلعت أبونا آدم، هل هذا كلام يناسب الولد البار المحترم لأبيه وأمه؟ بينما هذه المرأة لو علمت هذه المقربة من أهل البيت حواء، لأنها عشقت أهل البيت بمجرد أن نظرت إلى شجرة فضلهم وحثت زوجها آدم على التمسك بهم، فلهذا كانت مع أهل البيت. تفضل اقرأ في رواية عاشوراء. تدري من تنزل الزهراء مولاتي، مو هذه المصيبة اللي راح أقرأها بس أحضرك، من تنزل مولاتي فاطمة في مكان من مواطن كربلاء تنزل وياها حواء تقول يا حواء يا أمي يا حواء انظري ما صنع بولدي الحسين. شوف الحنونة شلون عمي. شو تقول انت؟ رد علي، انا اسألك الليلة اريدك انت اللي تقرأ مو شيخ ياسين اللي يقرأ. ايهما اعز على قلب حواء؟ ولدها هابيل لو الحسين ابن علي؟ عمي هابيل ما طلع حواء ولا آدم من الجنة، طلعها عشقها للحسين. فلهذا بمجرد ليلة 11 نزلت فاطمة ومعها حواء. لما وضع رأس الحسين في التنور نزلت فاطمة معها حواء. شيخ البهائي يذكر، سيد نعمة الله الجزائري يذكر لما نزلوا زينب في الخربة حضرت فاطمة معها حواء. حاضرة الأم الحنونة حاضرة. هذه المرأة التي ينبغي أن تعطى حقها يا جماعة، هذه المرأة التي ينبغي أن نعرف قدرها أكثر.